عمرك شفت ميه نقيه بنسبه 100%؟ الميه دي مش عاديه وملهاش دعوه باللي بنشتريها خالص. دي اسمها الترا بيور ووتر، وبتتخزن على عمق 1000 متر تحت الارض، ومش بنستخدمها في الشرب، دي للبحث العلمي بس، رغم انها انضف من الميه النقيه بس ما تنفعش للشرب، وممكن كمان تسبب لك حكه لو لمست جلدك. يعني ببساطه الميه دي خطيره جدا. من حوالي 30 سنه اليابان خزنت 50,000 طن من الميه دي في خزان عملاق تحت الارض، وركبوا حوالي 11,000 لمبة ذهبية. بس دي مش لمبات عادية، دي اسمها اوتو مالتي بلاير تيوبس. اللمبات دي جزء من جهاز اسمه سوبر كاميو كاندي، وده معمول مخصوص عشان يلتقط جسيمات خفيفة جدا في الكون اسمها نايترو يونوز. النايترو يونوز دي شبه الأشباح، بتعدي من غير ما نحس بيها، ملهاش كتلة تقريبا، وسرعتها قريبة من سرعة الضوء. وعشان نقدر نرصد الإشعاعات الضعيفة بتاعتها، العلماء بيبنوا الأجهزة دي في أعماق الأرض بعيد عن أي تشويش عشان يقدروا يفهموا أسرار الكون. وأخيرا لو عجبك الفيديو اضغط لايك وشير وتابعني وانتظر مزيد، وشكرا.